كنت في زمان رسول الله لن أبتعد عن علي بن أبي طالب، يعني سوف أكون مناصرا لعلي، وهو أحق بالخلافة من غيره، لأن ما فعله علي بن أبي طالب في الإسلام عقلا لا يوجد أحد فعل مثله. لم نسمع أنه قاتل الأبطال إلا علي، لم نسمع أحد يحل مسائل شرعية إلا علي، لم نسمع في العلم أحد إلا عن علي. فكيف نجعل خليفة أقل فضلا من علي؟ والإيمان إيمان علي، لم يسجد لصنم، لم يكن إلا مؤمنا. تربية رسول الله، أذهب إلى آخرين لم يربهم رسول الله وأترك من رباه رسول الله، ومن زقه العلم زقا، مو معقول. فبالتالي قلت له الحق مع علي منذ البداية، وأنا كنت على سني، رغم مذهبي السني كنت أرى أن الحق في علي. وحتى المعارك التي بعد ذلك في الفتنة وما إلى ذلك، أي شيء يكون في صف الإمام علي أنا معه. قتال معاوية وعلي أنا مع علي، ولو كنت في ذاك الزمان لشهرت سيفي مدافعا عن علي وفاديا علي، وكذلك مع الحسن وكذلك مع الحسين.